النهارده يا جماعه هنعيد مع معاني قليله جدا من معاني قول الله ما نفدت كلمات الله، عشان لما ترفع ايدك وتقول يا رب تبقى انت عارف انت بتدعي مين، يبقى انت عارفه انت بتتوسل لمين، يبقى انت عارف قلبك واقف على باب مين. ما نفدت كلمات الله. المعاني الجباره في هذه الايه، بعض العلماء قالوا لو كتبنا معجزات ربنا في خلق المخلوقات، معجزات ربنا في خلق القرنيه اللي في عينيه، معجزات ربنا في خلق مركز الذاكره اللي في دماغنا، معجزات ربنا في خلق وداني، معجزات ربنا في خلق جسمنا واعصابنا وقلبنا ورئتنا، معجزات ربنا في السحاب والفلك والشمس والقمر ودورات الرياح وتصريف الرياح وانواع السحب والنجوم والمجرات، معجزات ربنا في خلق الكائنات والليل والنهار والذره والمجره. وقعدنا جبنا اقلام الكره الارضيه وحبر المحيطات كله وقعدنا نكتب. انا يا اخوانا كل ما بفتكر منظر مكتبه كليه الطب بس مئات الالاف من المراجع عشان الجسم ده بس، عشان ال 170 ولا 180 سم دول بس، عشان الكذا سم دول العلماء بقالهم 500 سنه قاعدين ليل نهار يدرسوا فيه، ولا تنفد كلمات الله في هذا المخلوق بس. ما نفدت كلمات الله. لو الارض كانت من غير غلاف جوي، القمر لما العلماء طلعوا له لقوا ورصدوه بالتلسكوبات لقوا القمر ده متقطع حفر. قالوا ليه؟ قالوا من الشهب والنيازك نازله مقطعاه. قالوا لا، طب امال الارض ما اتقطعتش ليه بالشهب والنيازك؟ قالوا لان القمر ملوش غلاف جوي ما بيحموهوش من الشهب ويحرقها، انما الارض لها غلاف جوي. من غير الغلاف الجوي كانت السما رجمتنا وحرقتنا كلنا. طب لو مفيش قشره ارضيه تحت رجليكي، تحت القشره الارضيه دي الارض حمم بركانيه ملتهبه، فوق القشره الارضيه الارض جنه غناء كل الالوان الطبيعيه. الفرق ما بين جهنم المقاده تحت رجلينا والجنه اللي حوالينا هي القشره دي. من غير القشره دي كنا اتحرقنا كلنا ولعنا. لو ما كانتش الارض بتدور، لو كانت الارض زي كوكب الزهره كده، كوكب الزهره نصه مقابل للشمس على طول ونصه بعيد عن الشمس، فنصه فرن اللي قصاد الشمس والنص التاني تلاج، نصه ليل دايم اللي بعيد عن الشمس ونصه نهار دائم. لو كانت الارض ما بتدورش كنا بقينا كده. لو كانت الارض مش مايله 23 درجه محورها مايل، ما كانش يبقى فيه ربيع على الحياه، ما كانش يبقى فيه صيف وشتاء وربيع وخريف، ما كانش التنوع الجغرافي المذهل ده بقى في الكره الارضيه، وتنوع النباتات وتنوع الحياه وتنوع الجمال وتنوع الازهار. تمييله يا رب، انا حاسس ان عقلي هيطير يا جماعه. تمييله يا رب، تمييله بس يا بديع السماوات والارض. الارض لو كده بس كرويه بس ما بتدورش كان بقى نصها ليل دايم ونصها نهار دايم زي كوكب الزهر. طب لو كانت واقفه كده بتدور بس واقفه، لو ما كانتش متميله ما كانش بقى في الفصول الاربعه. يعني يا رب تمييله كده وبس عملت كل التنوع الابداعي على وجه الارض ده. يا رب ايه الابداع ده؟ ايه العظمه دي؟ ايه يا رب ده؟ ما اجمل اليقين فيه. ما نفدت كلمات الله سبحانه